السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف الأحوال؟ كنتمنى تكونوا في أحسن حال وانتم كتستعدوا الامتحان المحلي الموحد لمستوى السادس ابتدائي. إذا نحن هنا دائما لخدمتكم، ونحن هنا دائما لمساعدتكم. دونك بالنسبة إلى عطاو لنا الترتيب، هذه واحد السيدة سولتني البارح وكنجاوبها اليوم على الى عطاونا اسئله في الترتيب. قالوا لنا مثلا رتب الاعداد تزايديا او تناقصيا. المهم كاينه واحد لا براتيك كنديرها مع كلام. دونك فاش نقول تزايديا كندير كذا تزايديا بمعنى من الاصغر الى الاكبر، تناقصيا يعني من الكبير حتى الصغير تناقصيا. ثاني حاجه الا كانوا عندي اعداد الا كانوا عندي اعداد عشريه واعداد صحيحه مخلطين عندي وخصني نرتبهم مثلا تزايديا من الاصغر الى الاكبر، ياك؟ دونك اول حاجه شوف مثلا نعطيكم مثال هنا، مثلا 256.19 وعندي 257. اش كيوقع لبعض التلاميذ؟ كيحسبوا عدد الارقام، كيقول 1 2 3 4 5 وهذا فيه غير 3، دونك كيقولوا راه هذا هو الكبير. لا، الا غادي نقارنوا يعني عدد عشري مع عدد صحيح كنقارنوا الجزء بالنوت عندي كنقارنوا الجزء الصحيح، مفهوم؟ يعني غادي نقارن 256 و 257، غادي نقول ايهما اكبر، واش 256 ولا 257؟ اذا هنا 257 هي الاكبر، وبالتالي غادي نديرها هي الكبيره. داكوغ. كذلك مثلا عاوتاني الا كانوا عندنا عددين عشريين وبغينا نقارنوهم، دابا كيعطيونا حنايا 5 ديال الارقام، 5 ديال الاعداد اولا 6، وكيكونوا فيهم اعداد عشريه واعداد صحيحه. دونك انا غنعطيكم غنها جوج باش تفهموا اكثر. مثلا الا عطاونا مثلا 13.19 وعطاونا 13.2، كيقولوا 19 كبيره على 2. اذا 13.19 هي الاكبر. دونك هذا في منطق التلميذ كيقول لك 19 كبيره و2 صغيره. اذا غادي نختار ان 13.19 هي العدد الاكبر. لا، ماشي هكا. دونك الا بينا نقارنوا عددين عشريين، الجزء العشري يعني بعد الفاصله كنقارنوا واحد بواحد، كنقارنوا الاعشار هما الاولين. دونك في العدد الاول عندنا 19 يعني الاعشار هو 1، وهنايا عندنا الاعشار هو 2، وبالتالي العدد الاكبر هو 13.2 ماشي 19. واخا كتبان لك 19 ما تاخذش العدد كله، خذ رقم برقم. الا بان لك الاول اصغر بمعنى هذاك هو الصغير، الا بان لك اكبر بمعنى هذاك هو الكبير. ما عرفتش واش استوعبتوا مزيان او لا. دونك كنتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، واخا قصير خفيف. فوالا، الى لقاء اخر ان شاء الله، دائما مع قناتكم كلاس حفيظه افغ.